اهلا يا برج الدلو. يلا نشوف رسالة ملاكك الحارس ليكي في الوقت الحالي. يلا بينا. ين، انت محتاج تبتدي تركز على الاستقبال شوية يا برج الدلو. انت بقالك فترة طويلة، او انت طبيعتك ان انت اللي بتشتغل، انت اللي بتعمل، انت اللي شايل المسؤولية، انت اللي بتجيب، انت اللي بتعطي بمعنى اصح. انت اللي مسؤول عن الناس، سواء في الشغل سواء في البيت سواء الاهل، انت اللي مسؤول دايما. فانت محتاج بس تفعل طاقة الاستقبال شوية، لان طول ما انا قاعد بدي 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 بدي، وانا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا اللي شايل المسؤولية وانا شايل مسؤولية دوت وانا اللي مسؤول عن دوت انا اللي مستف من الاخر حياة اللي حواليا كلهم. ده بيجي في وقت بيمنعك ان انت تستقبل، ممكن يوقف رزقك، ممكن يوقف العطاء، ممكن يوقف من ربنا او من الكون تجاهك. فانت محتاج تبتدي تستقبل، تقعد كده مش ان انت تستسلم او انك ما تعملش حاجة، بس ادي فرصة للي حواليك ان هم يدوك. اديهم فرصة ان هم يعبروا عن مشاعرهم، اديهم فرصة ان يعتنوا بيك، اديهم فرصة ان انت تستقبل. انت طول ما انت قاعد عمال كل اهتمامك انك مشاكل ده وحياة دوت والتزاماتي تجاه دوت وكده، طول ما انت مش لاحق تستقبل. فانت محتاج تفعل الطاقة دي عندك شوية، طاقة الاستقبال بمعنى أصح. ادي فرصة للناس ان هما لو حد عايز يعزمك على حاجة خليه يعزمك، لو حد عايز يقدم حبه ليك خليه يقدمه، لو حد عايز يهتم بيك خليه يهتم بيك، لو حد عايز يعني ابتدي كده استقبل من الناس. يعني انت مش فوق الكل، اطلب الدعم. لو انت محتاج دعم فعلا من حد ابتدي اطلب دعم من حد، مش عيب ومش غلط. احنا كلنا بني ادمين وكلنا محتاجين دوت. لو انت محتاج مثلا فلوس من حد اطلب وخلي الناس تساعدك. يعني لو حد عرض مساعدته عليك خليه يساعدك، ما فيهاش اي حاجة خالص. انت يعني انت على طول انت جيفر، معطاء. خلي الناس تستمتع بمعنى اصح ب لذة العطاء تجاهك، يعني خليهم يستمتعوا بده. ايه تاني؟ بس فانت محتاج تبتدي بقى تستقبل كده. ومثلا صح، في العمل لو انت مسؤول عن الناس وبتخليهم هما اللي يعملوا الحاجات بطريقتك، وقلل السيطرة والتحكم شوية برج الدلو. يعني حاول تقلله شوية، سيبهم، اديهم فرصة يعبروا عن افكارهم، يعبروا عن طريقتهم. ممكن تلاقي طريقة احسن في الاخر، هتطلع نفس النتيجة، بس هو مش لازم تقول ازاي وايه الخطوات، لا. ادي للناس اللي حواليك فرصة. انت مجرد عندك تحكم وسيطرة جامدين قوي، فانت محتاج تتخلى عن التحكم، تتخلى عن الكنترول اللي انت عامله شوية، عشان تعرف تستقبل وتعرف، وجسمك حتى ما يبقاش مليان بلوكات في ان هو يستقبل وفرة، سواء عاطفية سواء مادية سواء مالية سواء اي حاجة يعني، او حتى من الاصدقاء يعني من الاهل يعني. فده اللي انت محتاجه. حاجة تانية مهمة جدا اللي انت مفيش احسن واحلى من ان انت تعيش نفسك، تعيش حقيقتك. انت مين، عايز ايه. مش لازم تتظاهر بحاجة معينة، مش لازم يبقى هو ده شكلي ومنظري وده المنظر وده الشكل اللي انا المفروض ابقى عليه، فده أنا لازم ده ان انا اوريه للناس وانا الدنيا جوه عندي بايظة. فاهمني يا برج الدلو؟ فده اللي انت محتاج تعيش حقيقتك. لو معترض على حاجه قول انك معترض، لو مش عايز حاجه قول انك مش عايز، لو مش حابب حاجه قول انك مش حابب. مش لازم تعيش زي ما الناس عايزين. دي اهم حاجه يا برج الدلو بالنسبه لك، لان انت واضح شخص بتحب المظاهر وبتحب تبان بصوره معينه وبطريقه معينه. فانت محتاج تتخلى عن ده وتعيش حقيقتك. مش لازم تقول ان انا بحب حاجه عشان الناس بتحبها، لا، مش شرط. فاهمني يا برج الدلو؟ بس دي كانت رسالة ملاكك الحارس ليك، ويا ريت يعني تفولو، ماشي، تتبعها يعني وتمشي ورا النصيحة بتاعتك. يلا قولولي في التعليقات انتوا مش عايشين your authentic self او مش عايشين حقيقتكم ازاي، وايه اللي محتاجين تتخلوا عنه عشان تعيشوا حقيقتكم. يلا باي باي.